عسلامة ومرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم ان شاء الله الفطور تونسي 100%. لضيفتي المغربية جايتني صاحبتي مغربية باش تفطر بحذية، قلت هكا لازم الطاولة تكون 100% تونسية. دونك قعدت نخمم ما لقيتش احسن من الحاجات هذوما اللي زينت بهم طاولتي. اول حاجة بديت بالكسكسي، عملت فايم كسكسي تونسي، كسكسي بالعصبان. لهنا خديت المقفول، حطيت فيه شويه زيت، قليت قرون فلفل حارين. ضيفتي مغربيه وتاكل الحار دونك ما عنديش مشكل في الحار، طيبت كيف ما مستانسه. حطيت مغرفتين باهين معبين، مغرفتين ونص طماطم معجونه. حطيت شويه هريسه عربي، حطيتهم يتقليو فك الزيت والبصل، شويه ملح، بتبيع الملح ديما حسب الذوق، رشه فلفل اكحل، وحطيت الكركم. حطيت مقدار نص مغرفة صغيرة كركم هكيكة، مغرفة صغيرة غربع كركم، وخلط كل شيء مع بعضه. هنا باش نحط شوية ماء بالشكل الطماطم واللفاحات ما يتحرقوش والطماطم تتقلى على راحتها. صبيت شوية ماء وحطيت الحمص. عندي حمص منفخ نفخته من الليل، ما عندي وفالي الحمص الطايب دونك على ذاك حطيته من الاول. كان الحمص يكون طايب نحطه في الاخر. يعني هكا تقلى كل شيء مع بعضه مدة دقيقتين هكاكا. حطيت فلفل احمر، زدت حطيت شويه ماء اخر مقدار كيس ماء، وحطيت مغرفه صغيره مقدار مغرفه صغيره تابل. خلطت كل شيء مع بعضه وغطيت وخليتهم ياخذوا غلوه متاع 3-4 دقائق هكاكا. لهنا هكا كل شيء ياخذ غلوه باهيه مع بعضه. مقعدي كان باش مرقت بالماء سخون، وما نحط العصبان الا ما المرقه تهز الغلوه نتاعها. هكا مرقت وغطيتها خليتها هزت الغلوه نتاعها، ومن بعد حطيت العصبان. يعني هي المرقه هزت الغلوه. مقعدي كاين باش نرمي كعبتين عصبان ونخليهم يطيبوا على رواحهم، ونمشي نحضر الكسكسي وبقيه الفطور. بديت بتحضير الكسكسي. خديت كسكسي بكويت، ديما تعجبني المارك هذيا، مارك مغربيه يظهرلي. ديما ناخذ كسكسي جويد. حطيت مقدار رطل هكاكا كسكسي. كما تعرفوا كسكسي البكوات يكون مسوس، يسحق باش نزيدوه ملح. حطيت شويه ملح، وهنا حطيت شويه زيت، وبدايه بثثت داك السميد، مش السميد، الكسكسي هذاك مغرفتين هكاكا بخسك 3 زيت. ومن بعد كي وصل الزيت للكسكسي الكل، ما خديت الماء دافي وهكا، وقعدت نزيد في الماء بشويه بشويه حتى لين حسيت الكسكسي كعبة الكسكسي يتبلوا تحت ايديا. هكا نحركهم بالباهي ونخليه يشرب الماء هذاك في عقله بتاع 3-4 دقائق هكاكا. رجعت له توا باش نفركو، هكا لقيته شاح، نلقاه شاد في بعضه. هكا هنا ما بين اليدين هكا الكعابر نتاع الكسكسي هذيكم نحلوهم. وحطيت فوحته، حطيت فيها عود قرنفل ياسر يفوح الكسكسي. انا نحطه في الانواع الكل متاع الكسكسي. كي يبدا كسكسي بالدجاج ولا كسكسي باللحم نزيد القرفه. ولهنا بعد ما فركته بالباهي حطيت له الكركم، مقدار مغرفه صغيره كركم هكاكا. لهنا يظهر لي ناقص شويه زدت الكركم. كهو مقعد لي كان باش نهز الكسكسي هذايا نحطه يفور التفويره الاولى فوق الكسكاس مده 15-20 دقيقه هكاكا. قلت خليني نعمل كعبات بريك مع الكسكسي. خديت كعبه بطاطا كبيره، قسيتها هكاكا تريفات صغار، سمطتها في الماء، ماء وكركم وشويه ملح. كي طابت البطاطا خديت الصحن هذايا، حطيت فيه شويه بصل قسيته جيد على الاخر وشويه معدنوس، وحطيت البصل والمعدنوس هذاك، حطيت عليه البطاطا وغفزتهم هكاكا بالفرشيطه وهما سخان. هكا السخانه نتاع البطاطا هذيكم باش يخلي البصل والمعدنوس يسيب المطعم نتاعو بالكدا، وزيد المعدنوس يذبل شويه. بالسخانه هذيك يجي ياسر فاوح البريك. كما قلت لكم البصل والمعدنوس بالسخانه يسيب المطعم نتاعو. لهنا وانا هكاكا نفغص في البطاطا، زدت 2 صباع جبن. راهو ما عندكش ناس تستغنى عليه، اما راهو الجبن يبنن بالباهي كي نعملو هكاكا مع البطاطا. حطيت شويه جبن مرحي، عندي جبن ايمونتال غابي، وعندي شويه صومون فيمي، هذوما جبتهم في الكونجيلاتور. ولا نجمو نعوضوهم بالطن، ولا في بلاصه الطن نجمو نطيبو الدجاج ولا نطيبو اللحم مفروم. عندنا ما شاء الله عندنا
برشا انواع متاع بريك نجمو نوعو فيهم. كما قلت لكم انا عندي سومون فومي، عوضوه بالتن ولا شويه لحم مفروم نقليوهم في المقله، والا الدجاج نعمل كيما تختوخه نتاع الدجاج نطيبو الدجاج في اللفاح ونفترشوها هكيكا. نجمو نعملو اللي نحبو عليه. قصيتك شويه سومون فومي هكيكا تريفات صغار، وكا خلط كل شيء مع بعضه. عندي البريك كيف ديري هذيك جاني من تونس من رمضان، جبتها وكا نص تزينه، خلط كل شيء مع بعض وهكا حشو البريك حاضر. اخر وقت نفقس فيه العظم ونقلي كعبات البريك. السلطه عندي كيف الفقوس هذايا جاني من تونس، قصيت الفقوس وطماطم وبصل، خلط كل شيء مع بعض، وسلطه تونسيه وفاحه بالطبيعه. شويه فلفل اكحل، مش بالطبيعه فلفل اكحل مش ناس كل طيبيه نجمو نستغنيو عليه. دونك انا فوحت ملح وفلفل اكحل، وبالطبيعه هو اللي لازم يكون في السلطه التونسيه اللي هو النعناع الشايح. حطيت نعناع شايح وزيت زيتونه، خلطها بزيت زيتونه. وكهو كيما تعرفوني كيما استنسوا بيا انا ديما السلطه نفوحها في الكسكس ونخليها تتسقطر على روحها. اخر وقت نحطها في الصحن. هذا بالنسبه للسلطه خضراء. الوقت اللي انا حضرت هدايا سي الكسكس يفور التفويره الاولى، هبطوا في الصحفه هذيك الشقاله اللي خلطوا فيها، وباش نعملوا نحط له من المرقه تفويره ثانيه نفور الكسكسي وهو شارب المرقه نتاعو. لهنا هاكا بالمغرفه كنحاول نحلك الكعابر الكبيره نتاع الكسكسي، وناخذ من المرقه اللي قاعد يطيب بها فيها العصبان، نحط كميه نحط ونخلط هكيكا. نحاول باش الصوص يلزمها تكون تمس الكسكسي الكل، معناها الكسكسي الكل يتبل بك المرقه هذيك. كان هنا حطيت كميه نتاع مرقه، خلط يعني يظهر لي مازال ناقص شويه، زدت شويه مرقه اخرى. كما قلت لكم نزيدوا المرقه حتى لين نحسوا الكسكسي تبل بالباهي بالمرقه، ونخلطه ونخليه كيما عملت المره الاولى، نخليه يشربك المرقه هذيك في عقله، ومن بعد نرجع له. هذايا الصوص نقصت من الماء، مشيت زدتها شويه ماء ورجعتها التيب. هذايا الكسكسي هاكا خليته يرتاح مده 3-4 دقائق، شرب المرقه اللي حطيته، خلطته فرقته وحطيته يفور التفويره الثانيه كيف ربع ساعه 4 دراج. هذه 6 خونات عملت معكم في من قبل رمضان. جبتها هاكا ساشي حطيتها وزدت حطيتها في الحلاب ولا في اي كيس كبير ولا كيفاش كل واحد كيفاش يقدمها. انا حطيت في الحلاب هدايا وزدت الماء على خاطر كونسونطري، وزدت مغرفتين سكر، خلط وهكا ورجعته للفريجيدير باش يقعد بارد. يعني خلطت بالباهي السكر وحطيته في الفريجيدير. مشيت جبت سيرفيس الفخار هذايا التونسي، قلت هكا هاو حاجه تونسيه لازمها تتقدم كان في حاجه تونسيه. هذه السلطه تسقطرتها هيك مقعد لي كان باش نحطها في الصحن، حطيت كل شيء في السيرفيس هذايا في الصحن هذوما. هذه سلطه خضراء كيف عملته معكم، وريتكم في الفيديو اللي قبل عملت سلطه مشويه، حطيتها في الكونجيلاتور وخليت هذه كلينا منها. تو عندي نهارين ناكل فيها سلطه مشويه. هذه حطيت سلطه مشويه وزدت زيت زيتونه من الفوق، ومن بعد زدتها كعبات كبار وكعبات زيتون. وهذه سلطه مشويه حضرت. سي الكسكسي قريب يحضر، دونك وقيت باش نقلي البريك. كالحشو هذاك اللي حضرته معاكم، فقست عليه كعبتين عظم. والعظم ديما كي نفقس العظم ديما نحط له الفلفل اكحل. الفلفل اكحل ينحي السفوريه نتاع العظم. وزدت حطيت شويه ملح، بطاطا ما ملحتيش بالكدا، الصومون وجبن مش مالح برشا، دونك زدت شويه ملح. خديت كعبات البريك هكا تحلوا من الثلج نتاعهم، ذاب الثلج نتاعهم. ولهنا عملت بريك صوابع، نحط الحشو ونسكر هكا. شوفوا عملت معكم كعبه اخرى، نحط الحشو بالطول، نسكر منا ومنا البريك، نرجع ورقه البريك ونثني حتى لي نوصل للاخر.
هذايا الكسكسي سي فور التفويره الثانيه. توا مقعد لي كان باش نسقي الكسكسي، من الاول نحطو هكا الزيت هذاك الفوقاني ونخلطو، ومن بعد نكملو نصبو المرقه. كل واحد كيفاش يحب، فما اللي يحبو يكون مسقي برشا، فما اللي يحبوا ليه. لهنا نخلط ونزيد رشه فلفل اكحل، رشه فلفل اكحل هذه تزيدوا بنا على بنا سورتو كي يبدا مرحي بالوقت. وخالصه بعد ما حطيت له الصوص خليته مده 5 دقائق هكاك شرب الصوص في عقله، ومن بعد فركته، بعد حطيته في صحن التقديم. وهذوما صويب على البريك قليتهم، وهكا كانت النتيجة للطاولة. حطيت للطاولة هذيك البرة في الشميسة، قعدنا فطرت انا وياها البرة. هذه الكسكسي كيفاش قدمته، انا ما حطيتش فيه الخضرة، بالطبيعة نجم نحطو فيه الخضرة، انا خليت هكاك فلفل وحمص وعصبين. هذوما كعبيت العصبين حطيتهم من الفوق، وقرون الفلفل جاي بنين وفاوح وموزوز وخفيف على الاخر. ديجا اعجبها الفطور بالكدا، هي مستانسه تاكل عندي، معناها تعرف ماكلتنا، خاصك تعرف الماكله نتاعنا الكل. وهذا هي سلطه مشويه كما قلت لكم، زدتها كعبيت كبار وكعبيت زيتون. وهذوما سوابع البريك اللي عملتهم معاكم، جاو بنين خفاف يشهيوا في المنظر، مرتوبين على الاخر كيف ما قاعدين نشوفوا فيهم. قليتهم سقطرتهم بعد حطيتهم في الصحن. وهذه هي سلطه تونسيه متاعنا اللي بنتها لا يعلى عليها، بالاخص كرشت النعناع الشايح. وهذا هي السيتروناد اللي عملته معاكم. ممكن نقولوا كسكسي، نقولوا كسكسي بلبل. وهكا كانت طاولتي، وهكا كان فطوري لضيفتي. اللهم ادمها نعمه واحفظها من الزوال. ان شاء الله يكون عجبكم، ان شاء الله تكون حصلت الاضافه. وتو ما قعد لي كان نقول لكم ان شاء الله نلقاكم على خير من هنا للفيديو الجاي، وبسلامه.